هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. انا خلود ودي قناتي. اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد. عايزة بقى اسلم عليكم كده كلكم. عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ انا الحمد لله بخير، طمنوني كده عليكم. النهارده بقى فيديو جديد كده وروتين جديد، روتين يوم السوق. انا نزلت السوق، يعني احنا في اخر الشهر بس كنت كده محتاجة شوية حاجات، فقلت ايه هصور معاكم كده روتين السوق. اول حاجة كده حضرت معاكم فطار، والفطار ده كده نادرا لما هحضره معاكم بصراحة، علشان الفطار دوت انا ما بفطرهوش غير وزوجي موجود معي في البيت. طالما موجود معي في البيت بنفطر الفطار ده، مش موجود يعني بناكل كده اي حاجة بسرعة. وحاليا دلوقتي انا بقيت بفطر لوحدي، يعني علشان بنتي بتنزل الحضانة فبفطر انا لوحدي. نزلت كده السوق بقى، جبت شوية مشتريات كده كنت محتاجاها. احنا اخر الشهر، بس زي ما انا كنت قايله لكم في فيديو روتين السوق اني بجيب الخضار بتاعي كل اسبوع، علشان خاطر بصراحة لما بجيبه كل شهر بحس ان هو بيبوظ. يعني عايزة اقولكم والله الخيار انا بجيبه كل اسبوع وما بيكملش 3 ايام كده وبلاقي الخيار ده بل تماما. عايزه اقول لكم بقى ان انا حطيت عليه مناديل المطبخ ولفيته في ستريتش. برضو ما مش عارفه ليه الخيار بيبوظ عندي في التلاجة، ماليش نصيب فيه يعني. بصوا بقى، انا بحب كده اجيب الطماطم جامده حتى للخضار، يعني للطبيخ. بحب برضو اجيبها جامده، ما بحبش اشتري الطماطم اللي هي مستويه دي خالص. جبت معاكم بقى كده همبرجر، كان سايب برضو، جايباه سايب يعني من عند الجزار. وكنت جايبه بانيه، برضو كنت محتاجه بانيه. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا هتلاقوا الحاجه متلجه شويه، بس علشان خاطر انا يوم السوق ده بصراحه ما عرفتش اصور معاكم الفيديو، حطيتها في الفريزر وصورت معاكم تاني يوم. جبت بقى صابون سايل كده من عند بتاع المنظفات، يعني زي ما بقول لكم بقى ايه. اخر الشهر وكده ما رضيتش بقى اجيب العلب، قلت على اول الشهر باذن الله. كنت جايبه برضو بصل، وجبت مكرونه الملكه. انا بحب استخدم مكرونه ملكه وحوا، بحبهم قوي الاتنين. وكنت جايبه برضو ملوخيه ناشفه، وكنت جايبه لوبيا. جبت كده لوبيا. احنا بنحب الخضار، وزي ما بقول لكم بنحب اللوبيا قوي. كنت جايبه كمان باكو شاي. انا بحب عن نفسي اكتب كده الحاجات اللي انا محتاجاها قبل ما انزل السوق، علشان خاطر برضو ما اجيبش حاجات وخلاص. وجبت برضو فلفل اسمر، وجايبه كيك شيف، وجايبه خميره، وجايبه فانيليا. جبت كيس سكر برضو. جبت كده خلطة توابل للفول، بتدي طعم حلو قوي للفول. هاتوها وجربوها على ضمانتي، بجد حلوة جدا. وجبت كمان رش للناموس والدبان بقى، انتوا عارفين عشان معايا بيبي، والناموس بصراحة بيبقى فظيع بالليل. فجبت الرش دوت، وجبت كده رابسو برضو سايب اوتوماتيك. وجبت 2 كيس كولوريكس. عايزه اقول لكم بقى ان انا بقلب الكولوريكس دوت مع المسحوق البودر. لو البقع والكلام ده بيشيلها تماما وبيخلي لي الهدوم زي الفل. بس انا اغلبيه الوقت بستخدم المسحوق الجل، علشان غسالتي ما بتنضفش خالص بالمسحوق البودر، مش عارفه ليه. يعني انا قعدت فتره كبيره بستخدم مسحوق البودر. بحس الغسيل لا ما بينضفش، عكس لما بستخدم المسحوق الجل. بحس ان هو بينضف الغسيل معايا. دخلت كده على التربو. بصوا انا المفروض في حاجات بعملها قبل ما انزل كده السوق، بس بصراحة المرة دي يعني كنت فاقدة الشغف، فما كنت كسلانة، وقلت لا انا بس هروق، يعني اشطب كده المواعين البوتاجاز الحاجات ديت، وبكرة بقى هبقى اروق معاكم واعمل معاكم كمان الفيديو، يعني عشان تتشجعي. لو انتي ما بتنزلي قبل ما بتنزلي السوق ما بتعمليش الخطوات دي، انا بقى اشجعك وتعمليها باذن الله. دخلت كده على التربو، عشان انا بقولكم كنت جايبه بصل. مسكته كده نضفته، وانا بحب كده احط كيس بصراحه تحت البصل
والطماطم عشان القشر بتاعها بينزل وبيزهقني بصراحة في التربو، عكس لما بشيل بقى الكيسة وبنفضها على طول وبمسحها كده بتروح زي الفل. انا عامه حاطه في التربو كله فرشاه كده الأكياس اللي هي بتاعه الهدوم ديت اللي احنا بنجيبوها، انا فرشاه كده بصراحه علشان خاطر مثلا بقى كيس سكر اتفتح، كيس ملح، الكلام دوت يبقى سهل. بصوا يعني هنا كان واقع مثلا مكرونه، شلت الكيس وكان التربو ذات نفسه نضيف زي الفل، يا دوبك كده مسحته بس كده بقماشه مبلوله شويه وبيروح زي الفل. رصيت بقى كده كان عندي ملح. عايزه اقول لكم بقى خطوه ان انتوا تكتبوا كده الحاجات اللي انتوا محتاجينها ويبقى معاكم الورقه، وتنزلوا كده لو انتوا مثلا نسيتوا حاجه بتبصوا فيها. دي حاجه حلوه قوي ان انت بقى ايه ما تقوليش لا انا نسيت دوت. انا كمان السوق بيت عليا شويه، فمش هفضل بقى رايحه جايه اكيد بقى كل شويه كده رايحه جايه عشان بنسى. فلا بكتب الورقه وكل شويه براجع الورقه كده وانا في السوق يعني. التلاجة عندي كانت محتاجة تتغسل بصراحة ومرضتش اغسلها امبارح، قلت لا انا هغسلها معاكم علشان ما صورتش يعني الروتين بتاع امبارح اللي عملته بالليل. شغلت الغسالة، غسلت البوتاجاز، غسلت الرخامات. فبصراحة قلت ما يعني انا هخلص بسرعة مش لازم اصور معاكم بقى بما ان هصور معاكم بكرة. فسبت التلاجة بقى كده علشان خاطر تتشجعوا وتقوموا تغسلوا. زي ما بقول لكم انا قبل ما بنزل السوق بغسل التلاجة عشان اجي ارص الحاجة على طول ما اخدش وقت يعني. بس المرة دي كنت فاقدة الشغف، فالحمد لله الحمد لله. عايزة اقول لكم بقى ان انا بحب اغسل كده التلاجة بشوية صابون سائل والليفة الناعمة بتروح زي الفل. وممكن مثلا لو وقع عليها حاجة في منظف كده بجيبه للتلاجة بتاع مايوي، حلو قوي قوي قوي، بيدي للتلاجة كمان ريحة حلوة. بمسحه كده برش منه وبفوطة كده نضيفة بمسح بيها بتروح التلاجة زي الفل. هنا بقى بخلع كده الرفوف. بصراحة الرفوف عندي كانت محتاجة تتغسل، كان واقع عليها حاجات كده وكانت محتاجة تتغسل. بغسلها بقى معاكم كده. وعايزة اقولكم ان الفيديو ده فيديو تشجيعي جدا جدا جدا. قومي بقى كده شوفي المطبخ مثلا ظرفة محتاجة تتروق، اكيد طبعا يعني مفيش حد المطبخ عنده مفيش ظرفة محتاجة تتروق. تلاجة محتاجة تتغسل، بوتاجاز محتاج مثلا تنظيفة عميقة كده تغسليه وتنضفيه. مش شرط زي ما بقولكم تعملي اللي انا بعمله. شوفي الحاجة اللي انتي محتاجة تعمليها في بيتك وقومي تشجعي كده واعمليها. الهدف ان انا بشجعك من الفيديوهات ان انا بشجعك كده علشان خاطر تقومي تروقي وتنضفي بيتك. عايزة اقول لكم برضو ان في بنات كتير ما تعرفش ترويق تنظيم، ما تعرفش مثلا ان هي المفروض تغسل التلاجة، لا هي بتسيب مثلا التلاجة لحد ما بتبوظ خالص يعني. لا بيبقى فيها تسخات جامدة بعد كده تغسلها. لا احنا بنعلمك، انا بعلمك مثلا ان انتي ما تسيبيش حاجتك تبوظ خالص وبعد كده ترجعي تغسليها. لما تكوني ايدك في الحاجة اول باول هتلاقي على طول شقتك نظيفة وحاجتك كأنها انتي لسه جايباها من عند الراجل. دخلت بقى زي ما بقولكم كده التلاجة من جوه كمان محتاجة ان هي تتغسل، فبالليفة كده وغسلتها. وعايزه اقول لكم على حاجه برضو، انا الحمد لله ما اتكهربتش يعني، بس للامان اكتر يعني ان انتي تفصلي التلاجة وانتي بتغسليها، ده امان اكتر ليكي يعني. تمام. انا بصراحه برضو ما بحبش كده اكب ميه في التلاجة، يعني انا هجيب قماشة نضيفة فوطة يعني وهمسحها، بس ما بحبش خالص اكب ميه كده في التلاجة علشان خاطر ما تبص. بغسل بقى كده كل الاتجاهات. عايزه اقول لكم بقى ان شاء الله لما انزل بقى السوق على اول الشهر المره دي هتبقى التلاجة تتمسح بس، يعني التلاجة مش هغسلها بقى المره دي، يا دوبك كده بالمنظف اللي هو بتاع مايوي. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم مره.
بوريكم بقى ايه وانا برش منه كده. جميل 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 جدا، وعلى فكرة بيقعد كتير قوي. وبرضو بحب اعمل الفريزر بس ما عملتوش معاكم المرة دي. كده امسك الفريزر كل فترة، كل شهر بصراحة. بغسله برضو غسلة كده نضيفة، وبرص الحاجة اللي فيه، وبعرف بقى ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود علشان خاطر اجيب. انا كده بقى ايه يعني مشجعاكم جامد جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو انتي لسه اول مرة تشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة. عايزة اقولكم بس ان التلاجة بتاعتي دي نوعها فريش، هي بس عيوبها ان قطع الغيار بتاعتها خفيفة جدا، يعني اللي هي الرفوف بتاعتها ما بتستحملش ابدا اوزان. يعني ما اعرفش احط مثلا حلة اهو، احنا ما بنحطوش حلة في التلاجة، رغم ان زمان كنا بنحط يعني مثلا عند ماما وكده. بس بصراحة من ساعة ما اتجوزت وانا بحب المنظمات عفوا. بحب المنظمات وبحب كده افضي الخضار، حتى لو حاجة بسيطة بحب احطها في علبة واحطها في التلاجة. خصوصا كمان ان التلاجة عندي ما بتستحملش آه، حلل او حاجة خفيفة، يعني الرفوف بتاعتها للأسف خفيفة. شايفين بقى، شايفين التلاجة راحت زي الفل ازاي، راحت اكنها عروسة. هنا بقى كده انا بوريكم، ورصيت كمان الدرج الاخير دوت. وعايزه اقول لكم برضو انا غسلت الجنب اللي فيه الازاز الماء، بس برضو ما جبتوش معاكم. جبت كده بقى المنظمات بتاعه التلاجة دي، علبة البيت، غسلتها برضو كده كويس. وتحت بقى المنظمات دي بحط فيها الطماطم، الخيار، البتنجان، الخضار يعني اللي بجيبه ايا يكن ايه هو. برضو غسلتها كده علشان خاطر تكون نظيفة. قوليلي بقى كده، انتوا بتنزلوا السوق كل قد ايه؟ كل شهر؟ كل 15 يوم؟ كل يوم؟ في ناس بتنزل السوق كل يوم على فكرة. انا بنزل بصراحة للحوم والحاجات دي كل شهر، لكن الخضار بنزل كل اسبوع. بحب كده انزل يوم الجمعة اجيب بقى ايه الخضار بتاعي وانا عند ماما كده. بنزل اجيب الخضار بتاعي اللي بيكفيني الاسبوع يعني. المنظمات دي حلو جدا جدا للتلاجة. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا تجيبوا منها مقاسات، علشان خاطر برضو التلاجة عندي بتاخد 2 بس منهم، الرف بياخد 2 بس. في منها المقاس الاصغر ممكن مثلا ياخد 3 بدل ما ياخد 2، فانتوا مثلا هاتوا منها الكبير والصغير. انا كنت جايباها كلها كبيرة مش صغيرة، فانتوا نوعوا منها بقى. الخضار بقى بصوا، انا ما بغسلش بصراحة الخضار، علشان خاطر لو غسلتيه عمره بيقل شوية، ما بيقعدش مثلا معاكي الاسبوع. فانا عارفة ان انا الحاجة دي اتحطها في التلاجة مش مغسولة، لما باجي استخدمها بطلعها وبغسلها عادي. كنت جايبة برضو فلفل كده. عايزة اقولكم البتنجان بيقعد معايا وقت كويس في التلاجة، وكمان لو لفتيه في ستريتش بيقعد وقت اطول. ف هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتبص عندي. بصوا بقى هنا كده الخيار، جبت مناديل، بس التليفون للأسف الكاميرا مش مبينة. جبت مناديل مطبخ كده وحطيتها، فرشتها الأول من تحت. شفت يعني كذا حد عامل الفيديو ده، ان حاطط المناديل بيقولك لو حطيتي المناديل تحت هتدي للخيار عمر اطول. بس والله برضو ما عملتش معايا حاجه، يعني انا بقيت الخيار دلوقتي بجيبه ايه، بجيبه نص ولا حاجه، على قد على قد الاسبوع يعني. اهو زي ما انتم شايفين بقى، كل طبقه وطبقه بتحطي خيار لو انتي جايبه مثلا ياما بتحطي كده رصه وتحطي مناديل، ورصه وتحطي مناديل،
ولما بتحطيه في التلاجة بتكوني مغطية وشه بالمناديل. هنا بقى كده كان عندي المنظم دوت بتاع الملوخية ناشفة. انا كل حاجة عندي بصراحة حطاها في منظمات. ودي كده علبة الفلفل الاسمر برضو كبيته. حتى اللوبيا كمان برضو جايبالها منظم. المكرونات، يعني بصراحة كل حاجة جايبالها منظمات حلوة قوي، وبتخلي شكل المطبخ مرتب كده وحلو. فهاتوا منظمات كتير، المنظمات حلوة. بصوا دي برضو العلبة بتاعة البيت كده بجيبها بتكفي الكرتونة، عشان انا بحب اجيب كرتونة بيت. بتكفي الكرتونة، وبيتبقى كده منها حوالي 6 بيضات بيتحطوا في باب التلاجة من بره. هنا بقى كده كان